مساء الخير، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب يكون كلكم بخير. النهارده بقى هنعمل اكل كده خفيف يعني وسريع. كنا بقى بره ورجعنا كلنا جعانين، فقلنا نعمل حاجه سريعه كده وايه تكون حلوه في نفس الوقت. هنا بقى خالته بص بقى جابت بصل وعملته في الكبه، يعني ولا ناعم ولا خشن، ماشي كده. وحطت زبده وحطت زيت، بس قالت لي انا يعني اول مره اشوف طريقه الرز دي. قالت لي لازم الادام بتاع الرز بتاعك ده يكون يعني الزيت والسمنه يكون كتير شويه يعني. فهي حطت زبده وحطت زيت، وهنا هتحط قرفه زي ما انتم شايفين، وكمان هتحط ورق لورا، وهتحط حبهان، ماشي كده. بجد طريقه الرز عجبتني وكان طعمه جميل جدا، يعني شوفوا للاخر واحكموا انتوا. ماشي كده. وكمان هي كانت عامله مع البصل، عشان نسيت يعني، كانت عامله مع البصل فصين توم، ماشي كده. فهتقلبي ده كله، وكمان حطت ليمون اللي هو اللومي ده زي ما انتم شايفين. كان جميل جدا. طبعا انتوا عارفين بقى توابل مع بصل مع الزبده مع كمان توم، فبيدي ريحه جميله جدا. هنا كانت حطت مكعبين من المرقه، وهتبدا ان هي كده تفكهم مع البصله. بجد ريحه التوابل اصلا انا بعشقها في الاكل، وبالذات ان انت تقليها كده مع البصله وفي توم، فالموضوع بيكون جميل جدا. هنا بقى تديله لون خفيف هتحطي صلصه، وهنا هتحطي هي كمون، وهتحط كزبره، واعتقد فلفل اسود، فلفل اسود، وهتحطي الملح بتاعك ماشي المظبوط على قد الكميه اللي انت هتعمليها. وكمان حطيت رشه من السبع بهارات، ماشي كده. زي ما انتوا شايفين هتحط الملح المظبوط. طبعا بعد ما حطت الصلصه هنا بقى كان كله اندمج في بعضه. بجد الخلطه كانت جميله جدا، وريحتها كانت تحفه، والله العظيم كانت قلب المطبخ بجد. هبدا هنا كده. كانت حطت الرز. الرز طبعا سعودي يعني، البسماتي يعني. ماشي. وهتبداي تقلبيها تشوحيها كده شويه، وبعدين هتحطي الميه بتاعتك. هنا بقى قطعت يعني واحده من البطاطس وقرنين فلفل. طعم البطاطس كان في الرز جميل جميل بجد، وهتشوفوه دلوقتي بعد ما يخلص كان تحفه بجد يعني. هنا بقى انا عملت حاجه انا بعشقها عن نفسي، وما صدقت رحت السوبر ماركت معاها وجبناها، لان هي فعلا وحشتني. هنا جبت معلقه سمنه زبده، وحطيت شويه زيت، وبعدين عندي بصل متقطع كده، مقطعاه كده يعني رفيع، ماشي بالعرض يعني مش مكعبات او كده. وكنت رشه عليه رشه من الفلفل الاسود، ماشي كده. وهبدا ان انا اشوح البصله بتاعتي، وحطيت كمان شويه سكر عشان البصل بتاعي يتكرمل. حلو كده. هتكرملي البصل بتاعك. انا بعشق لما اجي اعمل حاجه مثلا فيها بصل بحب ان انا اكرمله قوي بالسكر، بيكون طعمه جميل جدا وحلو بجد يعني. هنا كان خلاص يعني اتكرمل، بس انا مش فاهمه يعني الكاميرا كانت مخليه البصل ابيض ليه، مع ان ده بصل احمر يعني. فالمهم قطعت كده فصين توم، وبعدين شوحت البصله برضو بتاعتي. انا مش عايزاها مهريه قوي. هنا بقى عندي ايه قوانص كنت غسلتها طبعا كويس، ومقطعاها كده صغير. بجد يا جماعه انا الكبد والقوانص بالنسبه لي انا بعشقهم، يعني بحبهم جدا زي البانيه مثلا يعني. انا عندي استعداد اكل بانيه كل يوم مش مشكله. فانا بحب الكبد والقوانص جدا. فالمهم شوحتها كده شويه مع البصله والثوم. هتنزل سوائل سيبها تشربها، وبعدين حطي شويه ميه عشان القوانص بتاخد يعني سوا شويه عن الكبده. طبعا الكبده ما بتاخدش اي وقت. هنا حطيت بقى هنا ايه شويه ميه صغيرين، لان انا مش جايبه كتير يعني، هما مش كانش في حد كتير يعني. المهم هبدا اسيبها كده شويه تتشوح وتتشرب كده مع نفسها زي ما انتوا شفتوا. وبعدين هبدا احط الكبده بتاعتي. طبعا تكوني غسلاها كويس، وتكوني قبلها كنت نقعاها ومصفياها من الميه كويس. زي ما انتوا شايفين الكبده فل شمعه منوره. كانت كنت منضفاها طبعا كويس. حطيت رشه من الفلفل الاسود طبعا عشان اي زفر. بصوا بقى تعالوا نشوف الرز بتاعنا. كان هنا خلاص يعتبر استوى. بصوا كان جميل جمال، كان مرة لذيذ. كان حلو قوي. هنا الكبدة والقوانص برضو كانوا خلاص. قطعت كده طماطمية وقرن فلفل بقى عشان ايه نلون الجو، لان كله بني كده في بعضه فمش هينفع، لازم ننعنش الدنيا كده. كمان حطيت معلقة من الصلصة، وظبطت الملح، وحطيت ورق لورا وفلفل اسود بزياده وشويه كمون، بس الحته دي ما اتصورتش مش عارفه ليه. بصوا شكل الكبده كان تحفه بجد، كان جميل جدا. وبعدين الصوص اللي فيه ده انا بعشقه. فاللي هو الصوص ده انت ممكن تعمليه
انا باكله مع الرز كده يا جماعه، كان تحفه بجد والله. بصوا جمال الرز ومفلفل، وتسلم ايدك يا خالته يا قمر. بصوا بقى الاكل بعد ما خلص، دي كانت الكبده، كان جميله جدا، جربوها، واكل سريع مش هتاخد معاكي اي وقت وانتي في المطبخ يعني. عملنا كمان الشطه دي وسلطه. يا رب يكون الفيديو عجبكم، باي باي.